يلي عصر الدولة الوسطى عصر مليان بالرخاء، في الزراعة والصناعة والتجارة والبناء. يلي عصر الدولة الوسطى عصر مليان بالرخاء، في الزراعة والصناعة والتجارة والبناء. يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا مصر. يلي لتاريخ مصر غاوي من بناء التاوي، هو أمن محات الأول لعاصمتنا طيبة محول. يلي لتاريخ مصر غاوي من بناء التاوي، هو أمن محات الأول لعاصمتنا طيبة محول. سمى أسواره في النوبة بأمن محات المبجل، سمى أسواره في النوبة بأمن محات المبجل. وأخضع وأمن حدود بلاده ضد خطر الليبيين. يلي عصر الدولة الوسطى، يلي عصر الدولة الوسطى، يلي عصر الدولة الوسطى عصر مليان بالرخاء، في الزراعة والصناعة والتجارة والبناء. يلي عصر الدولة الوسطى عصر مليان بالرخاء، في الزراعة والصناعة والتجارة والبناء. يلي عصر الدولة الوسطى عصر مليان بالرخاء، في الزراعة والصناعة والتجارة والبناء. يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا مصر. الملك سموسرت الثالث حاكم وبشخصية قوية، واهتمامه كان كبير بالتجارة الخارجية. الملك سموسرت الثالث حاكم وبشخصية قوية، واهتمامه كان كبير بالتجارة الخارجية. وقناته زيزوستريس بتقول مالي مثيل، وصلت البحر الأحمر بالأبيض عبر النيل. قمنا وسمنا قلاع قوية في الحدود الجنوبية. يلي عصر الدولة الوسطى، يلي عصر الدولة الوسطى، يلي عصر الدولة الوسطى عصر مليان بالرخاء، في الزراعة والصناعة والتجارة والبناء. يلي عصر الدولة الوسطى عصر مليان بالرخاء، في الزراعة والصناعة والتجارة والبناء. يلي عصر الدولة الوسطى عصر مليان بالرخاء، في الزراعة والصناعة والتجارة والبناء. يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا مصر. أما أمن محات الثالث صاحب معبد الليبرنت، يعني قصر التيه، ولو دخلته تبقى تهت. أما في الجندل التاني أقم مقياس نهر النيل، علشان يبقى للضرايب مستند وكمان دليل. وفي هورة بالفيوم يشهد هرمه لحد اليوم إنه بنى سد اللاهون، وللزراعة سند وعون. يبني يزرع يعلى يسبق
كل خطوة ب1000 يوم. ياللي عصر الدولة الوسطى، ياللي عصر الدولة الوسطى، ياللي عصر الدولة الوسطى، عصر مليان بالرخاء في الزراعة والصناعة والتجارة والبناء. ياللي عصر الدولة الوسطى، عصر مليان بالرخاء في الزراعة والصناعة والتجارة والبناء. ياللي عصر الدولة الوسطى، عصر مليان بالرخاء في الزراعة والصناعة والتجارة والبناء. يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا مصر. عصر الاضمحلال التاني، عصر فوضى وانهيار. لما ضعفت البلاد الهكسوس كانوا احتلال. قرر أحمس بن صبن أخذ الطار والكفاح. كانت العجلة الحربية أهم حاجة في السلاح. وانتصر لما حاصرهم في أواريس جوا البلاد. خد بطار أهله وناسه واتطردوا برا البلاد. سكنهم كاموس شهداء وقدوة في تاريخ المصريين. كان النصر للبلاد، كان النصر للبلاد، كان النصر للبلاد، والقضاء على الانهيار في الزراعة والصناعة والتجارة والبناء. ياللي عصر الدولة الوسطى، عصر مليان بالرخاء في الزراعة والصناعة والتجارة والبناء. ياللي عصر الدولة الوسطى، عصر مليان بالرخاء في الزراعة والصناعة والتجارة والبناء. يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا مصر.